السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ نبدأ يوم جديد كده بإذن الله مع بعض. احنا هنا هنعمل الغدا. النهاردة غدانا كان عبارة عن حواوشي اسكندراني عاملاه بالصدوق. بالصدوق البقالي. هنا نسمي الله كده ونبتدي. هنا انا كنت نخلة بتاع يعني 2 كيلو الا ربع دقيق. عشان كنت واخدة من كيس منه فاتحاه واخدة شوية منه بتاع 2 كيلو الا ربع كده. هعمل عليهم كيلو ونص صدوق. هنا حطيت ملح وحطيت معلقتين لبن بودرة، وهحط معلقتين سكر عشان الخميرة، واحط كيس خميرة وكيس بتاع ده بيكنج باودر، وهحط معلقة خل كبيرة، وهحط برضو بتاع ربع معلقة زيت. ولو كان في كمان كان هيبقى حلو قوي كمان لو كان عندي لبن رايب. كده هبتدي اعجن في العجينة لحد لما تبقى عجينة طرية في ايدي. فعلى فكرة في برضو ناس بتعملها من غير العجينة بتاعة الحواوشي الاسكندراني بالبيكنج باودر بس من غير خميرة. في طريقة كده برضو بتبقى حلوة قوي، يعني بشوفها في المحلات عندنا بيعملوها من غير خميرة، بالبيكنج باودر كده بس، ويسيبوها تريح 10 دقايق ربع ساعة، ويخبزوها عادي يحطوا فيها الحشو بتاعها ويعملوها. هنا بعد ما قعدت يعني بتاع ربع ساعة تلت ساعة اعجن فيها، لحد لما لميتها وحطيت عليها نقطة زيت صغيرة كده في الآخر، ولميتها خالص ما بقاش فيها عجين لازق في ايدي ولا اي حاجة. اهي بصي العجينة طرية وحلوة ازاي. أهي. اعجني فيها بقى على قد ما تقدري. اخدت عجنت فيها ياما قوي، واعملها كده هي اول حاجة عشان العجينة بتاخد وقت، بالذات في ان الجو ساقع يعني. انا بسخن الفرن شوية، بدفيه كده واغطيها واحطها جوه الفرن. اغطيها كده وادخلها بقى الفرن كده واسيبها. ما بكترش فيها الزيت عشان لما اجي اعمل العجينة ما تنشفش العيش مني. العيش كان طري وطعمه حلو قوي. ساعات برضو بعمل بنفس العجينة دي، بعمل بيها عجينة البيتزا وبعمل بيها عجينة الكايزر والعيش الفينو. هنا عملت اهو. هجيب شوية، كان عندي شوية بصل صغيرين كده اقطعهم، واحط طماطمايه ما بكترش فيه الطماطم، وقرنين فلفل حامي، وعليهم شوية بس بتاع ده فلفل اسمر، لان كده كده الصدوق بيبقى فيه التوابل بتاعته. ده صدق بقالي، مش عارفة عارفينه ولا لأ، اللي هو بيبقى ناشف شوية كده. عندنا في اسكندرية بنعمل بيه الحواوشي أو بنعمل بيه البيتزا، أو بنعمل عليه بيض كده، بيبقى طعمه حلو قوي. أهو هنا قصه كده حتت صغيرة برضو وغطيه برضو وحطه في التلاجة. عقبال برضو كان ورايا ترويق في الشقة. هنا دخلت على أوضة العيال. شايفين منظرها كان عامل ازاي. كده كده لسه بدري، والخميرة بتاخد العجينة سوري بتاخد وقت قبل ما تخمر. اكون روقت اشوف اللي ورايا روقت اوضه الاطفال، وروقت كان عندي غسيل اخدته من الغسالة ورحت نشرته. كده نشوف اللي ورانا كده، وطالما في وقت يعني عندنا. حتى كان في شوية مواعين اللي طلعوا من مطرح ما عملت البصل في الكبة والحاجة، غسلتهم برضو كده ونضفت المطبخ بحيث ان هو اعجن بس اخبز العيش على طول بس. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. افكركم كل شوية باللايك وكومنت حلو منكم كده زيكم. بس وخلاص كده، وده كان يومنا النهاردة. وكمان كان عندي وراك تبلتها برضو حطيتها في الفريزر، يعني قلت منين ابقى اطلعها بس مصورتهاش بصراحة، يعني بعد ما لاني سبتها شوية ياما في محلول النقع بتاعها.
عملتها بالليل خالص، يعني لسه عاملاها حتى قبل ما ادبلج الفيديو. هنا انا كنت لقيت 5 جنيه في الارض، قلت حلال عليا، بس طلعت بتاعت مروان في الاخر. هنا خلصت كده الاوضه كده هنا الركن ده برضو كان ايه، البيت بتاع اللي ملزقاه كده على الحيطه كان وقع، وظبطت كل الاوضه. هنا كان عندي شويه غسيل مغسولين، قلت انشرهم بالمره. بصراحة الأوضة عندي كانت نضيفة، والصالة كانت نضيفة، مكانش عندي غير بس اللي أنا أروق دول وأعمل الأكل وخلاص كده. جربوا الحواوشي بالعجينة كده، بتبقى طعمها حلو. اللي بيتعمل بالعيش البلدي حلو برضو، بس أنا بحب ده أكتر. مع إن التاني ما بملهوش زيت يعني، لأن بحطه في صاج كده، بشوية زيت بس صغيرين، وعليهم نقطة زبدة، سيح شوية زبدة عليهم شوية زيت وحطهم فيها كده، وحطه في الفرن على طول، يعني ما بقلوش على الطاسة ولا حاجة. لا، بس ده بحبه اكتر يعني من التاني. هنا هقطع العيش، اقطع العجينة كده على قد ما اقدر تبقى متساوية. هكورها كده برضو واسيبها تريح بتاع 10 دقايق برضو. ولو كان عندي سمسم او حبة البركة كنت حطيتها كده من فوقيها، برضو بتدي طعم حلو يعني وشكل حلو على العجين، بس بصراحة ما كانش عندي. اهي هنا هغطيها كده ايه واسيبها 10 دقايق. اكون برضو انا كورت العجين الاول عشان اعرف ايه هعمل كام رغيف، وعلى اساسه كورت الصدوق. واجي اشتغل بقى في العجين، شغلت الفرن عشان لازم يدخل على درجة حرارة عالية. هنا هخبزهم في الصواني الألمونيا، بتبقى حلوة. أنا في صواني الألمونيا بتطلع أحلى على فكرة من التيفال. هنا أنا عملت أول واحد، هعمله واحد كده مدور اهو. ساعات بعمله كده وساعات بعمله نصاص، بس هكمل بقية الانصاص اهو. افرده بقى كده، بدل ما احط رغيف واحط الحشو واحط رغيف فوقيه، لا انا بعمله كده، بدوره كده واحط الحشو فيه واكوره واروح فرداه تاني. بس هكمل بعد كده بقيته انصاص، يعني مش هكمله كده. افرد العجينة خالص كده واحط الحشو واروح حط عليها النص التاني. جربوها كده ان شاء الله هتعجبكم. والزبادي برضو مع اللبن البودرة بتدي طراوة قوي للعجينة. العجينة دي بستخدمها في كذا حاجة يعني، تبقى طعمها حلو وطرية كده. جربيها ان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. مش هفكركم يا حبايبي تاني باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده بإذن الله. بفرده برضو على قد ايه ما اقدر. ما تكتريش برضو الزيت، عشان الزيت بينشف العيش. يعني على قد ما تقدري، يعني بصي انا حطيت نقطة زيت بس في الصينية ونقطة زيت صغيرة برضو في الصينية اللي انا بفرد فيها. ما بكترش لان الزيت مع الحواوشي هينشف العيش. وكان طري وكان طعمه والله كان حلو قوي يعني. الف انا وشيف على الاكل. اول صينية خلصت كده دخلها الفرن. هنا كان طالع اهو. بس من تحت حلو. خبيز الألمونيا على فكرة أحلى من خبيز التيفال.
وبيطلع برضه اروح حاطه برضه مغطياه بفوطه بس كده يطرى شويه أهو بصي. بس من جوه شكله عامل ازاي. اهو لسه سخن حتى مش كنتش عارفه امسكه يعني. وده كان يومنا النهارده وده غدانا. يا رب الفيديو يعجبكم. تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم كده. كل شويه افكركم انا باللايك.